وكانوا يروحوا على جرود ما نشوفهمش. اصبح اللاعب بيأدي المباريات كانه بيأدي وظيفه حكوميه، بيلعب الماتشات، المصري يكسب ما يكسبش مش في دماغه. احنا هنخلي استاذ احمد يرد عليك ويرد كمان على كابتن طارق يحيى بعد ما نشوف اول لقاء ليه معانا في البرنامج واول ظهور ليه، نعرف مع بعض على رايه وعلى ملابسات التعاقد مع النادي المصري، وكمان رايه في الصفقات اللي تمت قبل وجوده والصفقات اللي هو بيحاول ان هو يجيبها للنادي المصري. نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع مره ثانيه. لا الحمد لله، يعني طبعا انا بشكر مجلس اداره النادي المصري. الناس كان عندهم ثقه في الحمد لله في العبد الله، وانا بشكرهم على هذه الثقه، وان شاء الله نكون عند اهل هذه الثقه. المفاوضات ما خدتش وقت طويل الحقيقه، يعني هو الراجل كلمني الحاج ياسر وانا قعدت معاه وخلصنا على طول. كان مع الاستاذ احمد سيد متولي برده كان موجود، ما خدتش وقت، لان انا طبعا جاي في نادي كبير، ونادي اي حد يتمنى يتشرف ان هو يبقى مدير فني النادي المصري. والنادي المصري عايز اقول انه هيضيف لطارق يحيى ان شاء الله باذن الله، واحاول ان شاء الله ان انا اضيف للنادي المصري باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. لا شروط لي انا ما فيش، يعني شروط لي شخصيه انا ما فيش. انا اهم حاجه عندي ان اللعيبه اللي احنا نقول عليها تيجي، اللعيبه اللي موجوده من الموسم اللي فات ليها مستحقات تاخدها، اللعيبه الجديده اللي موجوده اللي هتيجي السنه دي ان شاء الله باذن الله مستحقاتها ياخدوها بانتظام. هو ده مطلبي. مسانده جماهيريه، انا شايف ما شاء الله يعني الجمهور النهارده كان استقبال حافل الحمد لله. بشكرهم طبعا، بشكر الجمهور ده والله، يعني حاجه الجمهور طبعا يعني جمهور ما اقدرش اقول عليه غير يعني بقول لهم متشكرين جدا على المسانده دي، وبقول لهم انتوا انظلمتوا فعلا الموسمين اللي فاتوا، يمكن دي من ضمن الاسباب اللي خلتني اقبل النادي المصري. يا رب اكون سبب ان شاء الله باذن الله، وربنا يجعلني سبب في ان انا اسعد الجماهير دي الكبيره دي، وانا بشكرهم على حضورهم النهارده، واتمنى ان شاء الله ان اكون باذن الله عند حسن ظنهم. كل اللعيبه اللي جت لها تقدير واحترام، فاهمني؟ ولكن الراي الفني للجهاز الفني في الاخر، وده الكلام اللي اتفقت معاه الحاج يحيى والحاج ياسر. الحاج ياسر الحقيقه هو اللي قال لي يا كابتن اللي انت عايزه اعمله، انا مفيش مشكله خالص. يعني مش عايز الناس تقسو على الشناوي، هو ابنكم وابن البلد، والولد عايزكم تعذروه. يعني انا لعبت في نادي الزمالك وعارف يعني الاضواء لما بتسلط على حد برضو دي بتبقى يعني بتهز الولد، وفي نفس الوقت هو برضو لا هو في نادي كبير ورايح نادي كبير برضو، فمش عايز الناس تقسو عليه، عايز الناس تعذره، لان الضغوط عليه كتيره جدا. ولما يتقال له ان انت مش هتلعب اساسي في المنتخب غير لو رحت اهلي وزمالك، دي قصه لازم الجمهور، لازم جمهور بورسعيد يحطها في اعتباره. وهقول لك على حاجه، اذا كان الفايده هتعود على النادي المصري بشكل كبير فليه لا؟ في ان شاء الله باذن الله في حارس، وحارس كبير وحارس محترم، حارس له اسمه وكيانه وتاريخه. لو الشناوي ما قدرش ان هو يكون موجود هيبقى في حارس ان شاء الله كبير. الناشئين ما شاء الله مليانين، هم في انا عندي 4 منتخبات النهارده في الملعب، عندي 2 منتخب اولمبي و2 منتخب 95، فدي حاجه كويسه، حاجه كويسه، ولازم ياخدوا فرصه ان شاء الله السنه دي باذن الله. اكيد طبعا اكيد، بس اقول لك على حاجه، انت في الوقت الحالي الاستعانه بالناشئين هتبقى في حدود، لانك انت داخل على يعني مرحله صعبه بالظبط، فلازم اللعيب اللي يجي يبقى قد فانيله المصري بس مش اكتر. شفنا مع بعض لقائنا مع كابتن طارق يحيى، ويمكن هو اتكلم في نقاط عديده، ويمكن طبعا هو اتكلم عن انتقال كابتن احمد الشناوي لنادي الزمالك، وهو مقدر ظروف ده. هو يمكن طبعا كمدير فني لكذا نادي عارف ظروف اللعيبه بتبقى ازاي والضغوط اللي بتبقى عليها. كمان اتكلم عن وجود حارس مرمى اخر، وده هنسال فيه استاذ احمد متولي، وكمان فكره ان هو اللعيب وان الملعب هو اللي هيحكم في الصفقات اللي تمت قبل كده. ده حقيقي، بس انا حابب بس الاول يعني يبقى في تعقيب على كلام طبعا استاذنا استاذ جمال. انا برضو مش عايز